BBC تقدم ملفات الحرب الباردة. سلسلة وثائقية يعدها ويخرجها نور الدين زرقي. تقديم علي أسعد. سيداتي سادتي، أهلا بكم جميعا في هذه الحلقة، الجزء الثاني من ملف الدبلوماسية والانفراج بين المعسكرين الشرقي والغربي في فترة الحرب الباردة. توقفنا في الحلقة الماضية عند لجوء الثنائي ريتشارد نيكسون وهنري كيسنجر إلى سياسة القنوات السرية لترتيب اجتماعات قمة مع زعماء الصين وزعماء الاتحاد السوفيتي في محاولة لإخراج الولايات المتحدة من ورطة حرب فيتنام وجر الصين إلى الدوران في فلك أمريكا. Not only have we completed a week of intensive talks at the highest levels, we have set up a procedure whereby we can continue to have discussions in the future. إن الأمر لم يقتصر فقط على محادثاتنا المكثفة التي استغرقت أسبوعا كاملا على أعلى المستويات، بل إننا وضعنا الوسائل الإجرائية التي ستمكننا من مواصلة المباحثات والمناقشات في المستقبل. لقد برهنا على أن الأمم يمكنها رغم خلافاتها الجوهرية العميقة أن تتعلم كيف تتحاور بسلام وعقلانية وصراحة دون التخلي عن مبادئها. كانت الصين والولايات المتحدة تعملان على بناء جو من التفاهم، بينما بدا السوفييت متوجسين من أن يؤدي ذلك التقارب بين واشنطن وبكين إلى محاصرة الاتحاد السوفيتي على الساحة الدولية. فما كان من الكرملين إلا أن وافق على إجراء محادثات قمة بين القيادة الروسية والرئيس ريتشارد نيكسون، غير أنه في مارس آذار من عام 72 ألقت أحداث حرب فيتنام بظلال جديدة من الشك على العلاقات بين الخصمين اللدودين. فمع تجدد الهجمات الفيتنامية الشمالية على فيتنام الجنوبية المدعومة من الولايات المتحدة، أمر نيكسون بشن غارات جوية على مواقع الشيوعيين، رغم علمه بأن ذلك ربما يدفع بالسوفييت إلى إلغاء القمة، ولكن موسكو مضت في نهاية المطاف في خطط اجتماع القمة. في 22 من مايو أيار من عام 72 أصبح ريتشارد نيكسون أول رئيس أمريكي يستقبل في الكرملين أثناء ولايته الرئاسية، وقد خلصت محادثات تلك القمة إلى اتفاقيات للحد من الأسلحة النووية الدفاعية منها والهجومية، فكانت بذلك منعطفا مهد السبيل لمرحلة الانفراج وبناء علاقات وروابط أوثق بين القوتين العظميين قائمة على الحوار المتواصل.
كان ذلك بالنسبة لبريجنيف ونيكسون دليلا على بدء مرحلة جديدة، رغم أن الأمريكيين كانوا لا يزالون يقاتلون الفيتناميين الشماليين حلفاء السوفيت. وقد تبعت قمة موسكو لعام 72 جولات أخرى من المفاوضات تناولت الحد من التسلح وقضايا أخرى. أما نيكسون فقد عاد مظفرا ليستقبل استقبال الأبطال في الكونغرس. With this step, we have enhanced the security of both nations. We have begun to check the wasteful and dangerous spiral of nuclear arms, which has dominated relations between our two countries. إننا بهذه الخطوة تمكنا من تعزيز أمن الأمتين الأمريكية والسوفيتية، وقد بدأ الجانبان في التحكم في ذلك الاندفاع المتصاعد الخطير نحو التسلح النووي الذي هيمن على العلاقات بين البلدين ل10 سنوات. لقد بدأنا بتقليص أسبابه عند شعبين وشعوب العالم جمعاء. في أكتوبر من ذلك العام، عام 1972، عقدت في العاصمة الفرنسية باريس جولة محادثات بين هنري كيسنجر ولي داك هو ممثل الفيتناميين الشماليين، تناولت إمكانية إبرام اتفاق سلام. ولكن الفيتناميين الجنوبيين رفضوا التوقيع، فقام كيسنجر بطمأنة الفيتناميين الشماليين والرأي العام الأمريكي إلى التزام الإدارة الأمريكية بالسلام. We believe that peace is at hand. We believe that an agreement is within sight. إننا نعتقد أن هدف تحقيق السلام أمر سهل المنال، وكذلك الأمر بالنسبة لاتفاق السلام. ولا مفر في حالة أي حرب شديدة التعقيد كحرب فيتنام من ظهور صعوبات بين الحين والآخر في سبيل الجهود الرامية للتوصل إلى حل نهائي. أعيد انتخاب ريتشارد نيكسون لفترة رئاسية ثانية دون أدنى صعوبة، وفي الوقت ذاته واصل هنري كيسنجر محادثات باريس، ولكنها انهارت في نهاية الأمر. وبحلول عام 74 أمر نيكسون بقصف مكثف لأهم مدن شمال فيتنام في محاولة لإجبار القادة الشماليين على العودة إلى طاولة المفاوضات وتعزيز موقف الجنوبيين. استمر القصف العنيف 12 يوما، واضطر الشماليون والجنوبيون على السواء لقبول خطة كيسنجر. تعهدت الولايات المتحدة بالانسحاب من جنوب فيتنام على أن تظل الحكومة هناك على حالها، وتحتفظ القوات الشمالية بالسيطرة على الأراضي التي استولت عليها في الجنوب. وقد وصف الرئيس الأمريكي نيكسون تلك التسوية المؤقتة بأنها تسوية سلام مع حفظ الشرف. في عام 73 بدأت تنكشف فصول فضيحة ووترغيت، وانكشفت معها إساءات التصرف المتكررة والأعمال الإجرامية لمستشاري الرئيس. ولكن ذلك لم يحل دون استمرار أجواء الانفراج، ومن ثمار ذلك زيارة الزعيم السوفيتي ليونيد بريجنيف للولايات المتحدة، وحضوره حفلات مع النجوم من مشاهير هوليوود. ولكن ذوبان الجليد بين موسكو وواشنطن رافقه الكشف عن مزيد
من خبايا فضيحة ووترغيت، مما أدى إلى استقالة نيكسون في أغسطس آب من عام 74 فخلفه جيرالد فورد. وإلى جانب كل ذلك استمر التقارب بين قطبي الحرب الباردة في المعسكرين الشرقي والغربي بالرغم من الفشل المتواصل لمحادثات باريس في وضع حد لحرب فيتنام. وفي إبريل نيسان من عام 75 أصبحت سايغون عاصمة فيتنام الجنوبية بين فكي القوات الشمالية الشيوعية الزاحفة. أما بالنسبة للولايات المتحدة فقد كان ذلك منتهى الإهانة، ولا يزال العالم يذكر الآلاف من الفيتناميين الجنوبيين وقد استبد بهم الرعب واليأس وهم يتدافعون على مقر السفارة الأمريكية في سايغون أملا في مكان على متن إحدى طائرات الهليكوبتر المغادرة. مناظر تلك الوجوه وقد ملأها الرعب ومشاعر المهانة التي انتابت الأمريكيين وهم يشاهدون نظاما حليفا يحتضر لم تقضي على التزامهم بالانفراج والوفاق مع السوفيت. كان الرأي العام الأمريكي مستاء من أوضاع حقوق الإنسان في الاتحاد السوفيتي، خاصة معاملة المعارضين وحرمان اليهود السوفيت من الحريات المدنية، ولكن الرئيس الأمريكي جيرالد فورد حافظ على علاقات وثيقة مع بريجنيف. في أغسطس آب من عام 75 تم التوقيع على معاهدة هلسنكي التي كرست تقسيم أوروبا إلى معسكرين. ورغم أنه ثارت ثائرة بعض القادة السوفيت من اشتمال المعاهدة على بعض النصوص المتعلقة بحقوق الإنسان، فإن بريجنيف وقع عليها. إن الشعوب التي مرت بمعاناة الحرب العالمية الثانية تدرك أهمية مؤتمر هلسنكي. لابد من ضمان السلم لكل شعوب أوروبا. أصبحت شعوب دول حلف الأطلسي وحلف وورسو تعتقد أن معاهدة هلسنكي تخدم مصالحها في المدى البعيد، كما أن ذلك التقارب الأمريكي السوفيتي الذي كان رمزا لحالة الانفراج اتخذ مظاهر أصبحت علامات تاريخية بارزة من قبيل التحام مركبتين فضائيتين، إحداهما أمريكية والثانية سوفيتية، في مدار حول الأرض. ها هو رائد الفضاء السوفيتي فاليري كوباسوف يتذكر في هذا التسجيل حالة التفاؤل الناجمة عن تلك التجربة والإحساس بأن تاريخ البشرية كان عند منعطف بارز. When we went to the United States for training, we met the Americans. I remember one of them saying to me, "Since this international project, I've begun to sleep better at night." عندما توجهنا إلى الولايات المتحدة للتدريب والتقينا بزملائنا الأمريكيين، أتذكر أحدهم عندما قال لي بالحرف الواحد: منذ بدأنا هذا المشروع العالمي بدأت أنام باطمئنان أثناء الليل. لم أعد أخشى الحرب النووية لأننا نعمل يدا بيد. سيداتي سادتي، بهذا تنتهي حلقة هذا الأسبوع. في الأسبوع القادم ملف جديد. ملفات الحرب الباردة.
سلسلة وثائقية يعدها ويخرجها نور الدين زرقي. مع تحيات علي أسعد.